كأس آسيا راح ينطلق يوم 12 من هذا الشهر، بس الشيء المهم هو لعبة العراق اللي راح يبدأ يوم 15/1 ضد اندونيسيا. وحاليا قاعد اشوف هواي تحللات وتوقعات، من ضمنهم نشأة أكرم وكريستيانو رونالدو. وحاب اقول لهم اذا هالسنة الكاس مو للعراق راح احذف قناتي مثل ما سويتها بدوري الابطال. ايه، وش صار؟ توقعاتك كانت صح بدوري الابطال؟ مع الأسف الشديد خسرت كل ما عندي، واللي هو ال1000 مشترك، واللي كان حلمي اوصله، بس من وصلته حسيت الوضع مو تمام. وين الشغف؟ وين الطموح؟ وين البشرية؟ بس اللي اعرفه الواحد يتعلم من غلطه، بس اني لا اتعلم وارجع اسوي نفس الغلط. بس كل الامل بابطال العراق. فبنهاية كأس آسيا راح ارجع انشر مقطع ونشوف الاحداث اللي صارت بالبطولة، وراح نقرر اذا نحذف القناة لو نستمر بغير قناة. واتمنى من حسام الرسام يعوف العراق وحده، لان الاغاني اللي جاي يقدمه ما يرهم تسمعها الا اذا حبيبتك عافتك. واتمنى هالمرة من ابو صقر الختياري يقدم افضل ما عنده على مود العراق ويصعد للنجومية اللي يحلم بيها، مثل ما منعوا ابو صقر من كأس الخليج. اتمنى هالمرة يمنعوه من كأس آسيا، واتمنى منه يغني للوحيدين ويعوف العراق وحده، لان العراق ب 2023 ما كان إله احد، بس هسه احنا ب 2024 بس هم ما إله احد. ابو الصقر الوحيد وعلاقته بالوحيدين. لا حد يقول ابو الصقر مغني شعبي، لان اني ما اتقبل هين هيك موهبه راقيه زرعها استوديوهات الختياري. ابو الصقر الختياري يبدي في عمليه، لا ابو الصقر بس لا عمليه اغتيال المفرخه، لان قبل فتره كنت حاقد عليهم. البابا ابو الصقر يأمر الوحيدين. يا اخي عناوين مقاطعه احلى من القصائد اللي يقدمه. ابونا الوحيد البابا ابو الصقر الختياري يقدم هاي القصيده للوحيدين. الصراحه انا متفائل بيك بابا ابو الصقر، استمر وراح ننهي هذا المقطع على قصيدتك الراغيه. خطي الفقير منين يجيب منين يجيب إذا ما نزل الدولار؟